بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وبأحسن حال. انا معاكم النهاردة من مطبخ جمان على قد الايد. انا هعمل لكم النهاردة طريقة عمل البسكوت السادة، المحشي عجوة بإذن الله. هنقول المقادير مع بعض. بسم الله. عندي كده حوالي كوباية سكر، سكر بودرة طبعا. انا حطيتها كده في الكبة بتاعة الخلاط، بس انا عايرتها بنفس الكوباية اللي انا بعاير بيها المقادير، اللي هي الكوباية دي. وعندي حوالي 3 كوبايات دقيق، وعندي نص كوباية لبن، وعندي نص معلقة بيكنج باودر ورشة ملح خفيفة كده، وعندي طبعا كوباية سمنة بدرجة حرارة المطبخ، انا عايرتها طبعا وحطيتها في الطبق، وعندي 2 بيضة، وعندي طبعا العجوة بتاعة الحشو، وعندي 2 كيس فانيليا. هنبتدي دلوقتي نخلط. هنقول بسم الله. هنجيب طبعا اول حاجة السمنة، البولة بتاعتي احط فيها السمنة كده. انا كنت حاطه فيها السمنه، بس انا شلتها وحطيتها في الطبق علشان اقدمها. بس وبعدين رجعتها تاني البوله كده علشان نبتدي ان احنا نخلط اول حاجه السكر والسمنه مع بعضهم كده، السكر البودره. هنخلط ان شاء الله الكميه دي لحد ما تبقى كريمه مع بعضها كده. خلاص كده انا خلطت السكر والسمنه مع بعض لحد ما بقوا كريمي بالطريقه دي. هبتدي دلوقتي اني انا احط عليه طبعا البيض، وهحط طبعا على البيض الفانيليا كده. هحط الفانيليا على البيض اهو. وهبتدي طبعا ان انا اضربهم في بعض كده. خلاص كده طبعا ضربت البيض والسكر والسمنة والفانيليا مع بعض كده، واحط عليهم طبعا اللبن واخلطهم كويس كده. خلاص كده خلطت اللبن والسكر والبيض والفانيليا مع بعض كده. ابتدي ان انا طبعا احط الدقيق، مش هحطه كله، احط اول حاجة 2 كده وهشوف. احط البيكنج باودر ورشة الملح، وابتدي ان انا اخلط كده واعجن. هي كده هتحتاج دقيق تاني. احط كده حوالي مش هحط الكوباية كلها كده، وهشوف لو احتاجت تاني هديلها طبعا. وهبتدي ان انا اقلبها كده، اعجنها كويس كده. هي كده هتحتاج باقي كوباية الدقيق. وكمان هتحتاج تاني شوية دقيق. هحط لها تاني كده حوالي نص كوباية دقيق، وهبتدي اني انا اعجنها طبعا واشوف. خلاص كده هعجنها بايدي انا وهرجع لكم ان شاء الله. كده خلاص يا حبايبي، انا عجنت العجينه اهي. وبقت لينه وبقت بالطريقه دي اهي. لينه وجميله كده. الكميه اللي انا عملتها دي خدت حوالي 4 كوبايات ونص دقيق، يعني انا حطيت تاني دقيق عليهم. يعني الكميه خدت حوالي 4 كوبايات ونص دقيق. هبتدي دلوقتي طبعا اني انا اسيب العجينه علشان ترتاح حوالي كده ربع ساعه ترتاح فيها العجينه، وبعدين نرجع ان شاء الله ونشوف هنعمل ايه فيها. خلاص كده يا حبايبي، ادي العجينه اهي ارتاحت طبعا واتمسكت في بعضها. هبتدي دلوقتي طبعا ان انا افردها علشان احشيها. خلاص كده خدت دهنت طبعا الرخامه زيت، وخدت حته علشان ابتدي اني انا افردها. هلمها كده، هعملها رول الاول كده علشان انا هفردها مطوله.
هبتدي اني انا افردها بالنشابة. طبعا النشابة هتسهل عليا. كده خلاص، كده فردت العجينة بتاعتي. هبتدي اني انا طبعا اخد جزء من العجوة كده صغير كده، هبتدي اني انا ايه هعمله رول كده. كده اهو. خلاص كده يا حبايبي، انا طبعا فردت العجوة. هقفل كده البسكوتة، ابتدي انا الفها على العجوة كده اهو. كده مش مهم يعني لو اتنت او اتفتحت، هي طبعا علشان هي ناعمة اهو. ابتدي اني انا اخدها جنب تاني كده والفها. بططها كمان كده. هقفلها كده واسويها طبعا كويس. خلاص كده طبعا انا سويت البسكوت كويس. هبتدي اقطعه الجزء اللي انا عايزاه، على قد الجزء اللي انا هقطعه. ممكن تقطعيه كده اهو، بس هبتدي الاول اعمله بالشوكة كده. خلاص كده هبتدي ان انا اقطعه كده. انا حابه ان تكون سمك البسكوتة قد كده طولها اهو. خلاص كده، واجيب صاج خبز. ابتدي ان انا ارص فيه البسكوت اهو. اهو اتقطع كله جميل وكله قد بعضه كده اهو بالطريقة دي. هبتدي اني انا طبعا هكمل الصاج. هعمل معاكم كمان واحدة تانية. حط زيت كده على الرخامة. وهجيب حتة جزء من العجينة كده، حتة صغيرة. انا هعجنها تاني كده علشان ما تتفروتش معايا قوي. هلينها بايدي طبعا علشان السمنة فيها اتجمدت تاني، علشان خاطر الجو اللي احنا فيه ده. ابتدي انا طبعا ايه هعملها رول الاول كده. كده انا فردت طبعا العجينة، وهبتدي بنفس الطريقة الاولى اني انا افرد فيها العجوة بالطريقة دي اهو. افرده كده اهو. خلاص كده هقفلها طبعا.
هقفلها تاني. كده اهو، وهظبطها كويس كده. ادي خلاص كده قفلت العجينه اهو قدامكم. ابتدي ان انا اعمل لها بنفس الطريقه اللي انا عملت بيها بالشوكه اهو، الطريقه دي كده اهو. وهبتدي طبعا ان انا اقطعها. خلاص هرصها في الصينيه اهي طبعا. هي طلعت كبيرة شوية بس مش مشكلة. وهبتدي دلوقتي ان انا هكمل كل الكمية بنفس الطريقة دي وهرجع لكم ان شاء الله. كده خلاص يا حبايبي، انا لسه طبعا ما خلصتش، انا بخلص. متبقي عجينة حتة صغيرة بس كده، انا هخلصها ان شاء الله. بس قلت اوريكم الصينية علشان خلاص انا هحطها في الفرن. خلاص كده انا شغلت الفرن اللي هي حوالي 10 دقايق. خلاص كده هرص في الفرن وهكمل بقى الكمية اللي معايا وهرصها ان شاء الله في الفرن وهرجع لكم. ادي البسكوت طبعا اول ما خرجته من الفرن في الصاج اهو. ادي شكله تحت وفوق اهو. هو حامي قوي لسه، هيبرد ان شاء الله وهقدمه معاكم. خلاص يا حبايبي كده انا طبعا قدمت البسكوت اهو، خلاص هو برد اهو وانا قدمته. وطبعا اهو هنبتدي دلوقتي ان احنا نشوفه شكله من جوه عامل ازاي اهو. شايفين العجوة عاملة فيه ازاي، وطري كمان وهش وعجينته ناعمة. ناعمة جدا اهي، والمقادير مظبوطة وناعمة جدا زي ما انتوا شايفين اهي. والمقادير طبعا مظبوطة معايا. وطعمه ندوق طعمه طبعا. والطعم يعني طعم بجد حكاية وجميل طبعا. ودي الكمية دي طبعا هي اللي اتعملت معايا من ال4 كوبايات ونص دقيق. كمية موفرة جدا. وان شاء الله كده هتعجبك الطريقة. وطريقة طبعا سهلة وبسيطة جدا. وان شاء الله تعجبكم يا حبايبي. قولوا لي رأيكم طبعا في الكومنتات، وما تنسوش يا حبايبي الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان توصلكم كل فيديوهاتي. وما تنسوش يا حبايبي تشجعوني علشان اقدر اكمل. وقولوا لي رأيكم طبعا في البسكوت بالعجوة. طبعا زي ما شفتوا معايا كده ناعم جدا وكمان مش مرتفع. يعني الكمية مظبوطة ومش مرتفع قوي، مظبوط هو معايا كده. هو بالحجم ده بيبقى ما بيبقاش طبعا مرتفع قوي، بيبقى بنفس الحجم ده. ويا رب ان شاء الله طريقتي كده تكون عجبتكم النهارده. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. وما تنسوش يا حبايبي الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. وتقولوا لي طبعا رايكم في الكومنتات، واللايك على الفيديو يا بنات لو سمحتوا. وان شاء الله اشوفكم يا حبايبي في الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.